بنخلص عجينه القطايف بنروحوا جايين حاشينها، وبعد ما بنحشيها بنقليها في الزيت. تقليها في الزيت. الطريه بنخلي النار عاليه عليها شويه، والناشفه بنهدي النار عليها. هدي النار عليه. في زبون بيحب ناشف وفي زبون بيحب طري. بعد كده بقى بتعمل ايه؟ بعد كده بروح حاططها في الشربات وهو بارد. بتعمله ازاي بقى الشربات اللي هو بيغلي ده؟ انا بعمله اهوت عشان ابيته لبكره. بيتبيته لبكره يبرد عشان يبرد. لما يبرد يحلو ويسكر. مكوناته بقى زي ما قلت مكوناته الميه والسكر والعسل. ليه بقى العسل؟ عشان الميه ما تسكرش ويجمد العسل بتاعها. لكن لو انت عاوز تتحكم في الكنافه طريه ولا ناشفه ما تغيبهاش. لا القطايف لا ما نغيبهاش. عفوا القطايف ما نغيبهاش. القطايف ما تغيبهاش. لا ما بنغيبهاش. يعني لو عاوزها طريه تسيبها قد ايه؟ لا هو بحسب ما انت شايف بالنظر يعني. قد ايه كده بالنظر؟ 10 دقايق؟ لا 10 دقايق ربع ساعه كده. ولو عاوزها ناشفه؟ ناشفه بنعمل لها الارضيه بقى. نهدي النار شويه. تعلي النار بقى لو هي ولا لا الناشفه نهدي النار. ناشفه تهدي النار. والطريه الطريه بيبقى والقطايف ما بتعطش. لا ما تعطش لان هي حلويات من الحلويات الخفيفه يعني. الحلويات الخفيفه ما تعطش وكمان لها طعم ومذاق حلو. دي بالنسبه للقطايف يعني.